اشتعال الوضع اكتر واكتر ما بين مصر والصهاينه، هي عماله تحلو قوي قوي في عز الوقت اللي الكل شايف ان فيه هدنه ما بين غزه والصهاينه. الصهاينه الظاهر ان هم عاملين الهدنه عشان مصر بقى تنفذ صفقه القرن وتفتح لهم سينا. ركز في اللي حصل الكام ساعه اللي فاتوا واعمل شير ضروري جدا جدا، وعشان تعرف كل الحكايه تابع. من كام ساعة وبالتحديد امبارح رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس جهاز الشباك الإسرائيلي وصلوا للقاهرة، وحصل اجتماع في جهاز المخابرات العامة المصرية ما بينهم وما بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللي هو حسن رشاد. وكان الكلام عن ايه اللي هيتم بعد انتهاء المرحلة الثانية من الهدنة اللي مدتها 42 يوم، ايه اللي هيحصل بعديها. ركز معايا في كل كلمة هتتقال. وطبعا الكلام دخل في شقين مهمين جدا. الشق الأول محور فيلادلفيا. المفروض ان اللي اتكتب في الاتفاق اللي تم ما بين حماس والصهاينة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية إن بحلول اليوم ال50 من توقيع الاتفاق دون يكون الجيش الصهيوني قد أكمل انسحابه بالكامل من محور فيلادلفيا وعودة كل الأوضاع كما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. يوم يطلع النت ويقول لك إحنا مش هننسحب من محور فيلادلفيا، ده إحنا كمان هنزود عدد قواتنا فيه. يوم جوه بقى الاجتماع اللي تم في جهاز المخابرات العامة المصرية يقولوا إيه؟ قالوا إحنا عايزين ننسحب من محور فيلادلفيا لكن انسحاب جزئي. وطبعا الرد المصري عليهم كان رد قاطع، عودة محور فيلادلفيا على ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. يقوم رئيس جهاز الموساد والشباك الصهيوني يردوا ويقولوا إن مصر لا تسيطر على الحدود بشكل كامل وما عندناش ثقة بصراحة في الجانب المصري في تأمين الحدود، واحنا متخوفين اكتر من دخول اسلحة لحركة حماس. وخد بقى التصريح الخطير اللي بيوريك سواد النية وان مفيش في دماغ الصهاينة غير حاجة واحدة بس، تنفيذ صفقة القرن بأي شكل وبأي طريقة. ايه بقى التصريح واللي طلع صوت وصورة في موقع والا العبري، وده يعتبر الموقع المتحدث الرسمي لجهاز الموساد الإسرائيلي. طلعوا تصريح قالوا فيه ان الخروج من معبر رفح من الجانب الفلسطيني الى مصر سيكون بتذكرة ذهاب بلا عودة. انت فاهم الكلام الخطير اللي بتسمعه ده كويس؟ يعني احنا كإسرائيل خلاص هنبدأ من ناحيتنا التهجير. اي حد هيخرج على مصر زي الجرحى والمصابين واصحاب الامراض المزمنة والامراض الصعبة وخلافه، او حتى اصحاب الحاجات المهمة والملحة اللي تخليهم يروحوا هم واهاليهم لمصر عشان يقضوها، هيدخلوا مصر فعلا بس مش هيرجعوا لبلادهم تاني. يعني يا مصر اللي هيدخل لك يتعالج او لاي سبب كان خليه عندك مش هيرجع تاني. الله، طب ما ده كده تهجير اصلي، ومش اي تهجير، ده تهجير قسري كمان. وده اللي رفضه رفض قاطع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية. واصر رئيس المخابرات العامة المصرية على نقطتين: الانسحاب الكامل للجيش الاسرائيلي من محور فيلادلفيا، انسحاب كلي على نفس الوضع اللي كان عليه قبل 7 اكتوبر، ورفض التهجير القسري اللي ما بين قوسين هم سموه ذهاب بلا عودة. وتيجي الصحافة الإسرائيلية توصف اللي حصل ما بين الجانب المصري والجانب الصهيوني وتقول كان نقاش حاد من الجانب المصري، ويقوم يطلع تقرير وبالتحديد في موقع تايم اوف إسرائيل اللي عمل فيه لقاء مع قائد المنطقة الجنوبية اللي اسمه شمير رفيف، والشخص دون المسؤول عن تأمين الحدود اللي ما بين الصهاينة ومصر. طلع بقى بسلامته امبارح قال ايه؟ أن الجبهة المصرية هي الجبهة الأكثر خطورة والتي ربما تفتح قريبا، وقال احنا حاليا ما عندناش اي معلومات استخباراتية عما يحدث حاليا في سيناء من الجانب المصري، على عكس المخابرات المصرية التي تعلم الكثير عما يحدث عندنا داخل اسرائيل. وبدأ بقى شفير دون يتكلم عن خطر الحدود المصرية على الجانب الصهيوني، وقال ان تهريب المخدرات والاسلحة من الجانب المصري نشط جدا اليومين دول، وانا مسؤول عن تأمين الحدود المصرية الاسرائيلية وعلى مسافة 200 كيلو، وانا لا املك العدد الكافي لتأمين كل هذه المسافة، ومحتاجين عدد كبير من القوات لتأمين الحدود. وطبعا وبعد كل اللي اتقال دون فمن الطبيعي والبديهي زيادة القوات في محور فيلادلفيا لتأمين الحدود. وقال احنا دلوقتي عندنا تعليمات بالاشتباك المباشر على الحدود المصرية والضرب في المليان في حالة حدوث اي اشتباك، مش على الرجول ولا على الهوا، في المليان في حالة حدوث اي خطر نحسه من الجانب المصري. متهيألي هم كمان عندهم نفس التعليمات، يعني في الفترة اللي جاية لو حصل أي اشتباك هيبقى الضرب في المليان. خد بالك إن تايم أوف إسرائيل ديا من الأساس موقع موجه
للاعلام الخارجي، يعني الولايات المتحده واوروبا. فبالتالي الصهاينه بيوصلوا رساله لكل اللي بره ان الحدود المصريه هي اكبر خطر دلوقتي على اسرائيل، وان الصهاينه ما بيناموش يا عيني بسبب اللي بيحصل على الحدود المصريه. غتونا خلق الله من مصر واللي فيها. يقوم الزبون يختم كلامه بجمله خطيره ويقول لك: نحن لا نخشى الا اذا حدث في مصر مثل ما حدث في سوريا وحدوث فوضى في الشأن الداخلي المصري، سنضطر حينئذ للدخول الى سيناء لتأمين حدودنا. خد بالك ان الجيش المصري اكبر عقبة دلوقتي للصهاينة، وقافل الحدود قدامهم بالضبة والمفتاح، واكبر مشكلة بالنسبة لهم هو الجيش المصري لتنفيذ صفقة القرن والتهجير. وعشان ينفذ التهجير لازم يشتبك مع الجيش المصري باي شكل، او يخلي الجيش المصري يشتبك مع اي حد باي شكل. والصهاينة عارفين ومتأكدين ان هم مش قد الاشتباك مع الجيش المصري، لان وقت الجد مصر كلها بال100 مليون بنقلب كلنا الجيش. لكن الصهاينة عارفين ومتأكدين ان الحلول بتاعتهم في خبصهم، يشكك قدام العالم كله في تأمينك للحدود، ويا حبذا لو اختلاء اي مصايب ويقول لك اهو مش عارف تأمن حدودك، يستفزك في فيلادلفيا ويحصل اشتباك ويزود جنوده ويقول لك مش ماشي. وطبعا لا حماس ولا مصر ولا اي حد في الدنيا هيقبل بوجود الصهاينة في محور فيلادلفيا، لكن اهو استفزاز وما نشوف هترسى على ايه. ولا حتى يقول لك تذكرة ذهاب بلا عودة، واقفل بقى مع برك لو تقدر قدام المرضى والغلابة، ولا افتحوا لهم واحرمهم بقى من بلدهم العمر كله. الفترة اللي جاية كلها وهتشوف بنفسك هتكون اشتباك ما بين مصر واسرائيل. الصهاينة عايزين دلوقتي يعملوا اي حاجة عشان يبوظوا الهدنة، وشايفين قدامهم ترامب حامل حمى، واللي جاب لهم الدورة اللي فاتت القدس عاصمة ليهم. وخد بالك برضه بمناسبة ترامب، وجهز نفسك بقى عشان الحلقة اللي جاية هتكون كلها على ترامب. وانا بصراحة حلقات ترامب هو وعم الكوكب بعملهم بمزاج قوي. وخد دي كده تصبيرة على لما نيجي للحلقة الجاية. الصهاينة عايزين يجيبوا ترامب بنفسه على محور فيلادلفيا عشان يوروا له بقى الانفاق والحاجات الخطيرة اللي لاقوها عشان الحدود بتاعتهم مع مصر. انما حلقته استناها الاسبوع الجاي وهتشوف هيتقال فيها ايه. انما لازم تعرف ان الصهاينة دلوقتي مش شايفين قدامهم غير مصر وسينا وارض الميعاد. خد بالك ان الصهاينة مش عايزين هدنة، واللي حصل ده على عينيهم. الصهاينة عايزين النيل، الصهاينة عايزين سينا، الصهاينة عايزين تهجير، الصهاينة عايزين خراب، الصهاينة عايزين مصر، الصهاينة عاوزين مصر. واللي بيحمي مصر ربنا ثم جيش مصر، وبقربنا بس من ربنا وبوحدة صفنا هيجي النصر على كل اللي ملهمش اصل.